ميني بارك هي ما كانش عند الجميع قضية كتستحق الاهتمام على الصعيد الوطني، فإنما محليا كتستحق اهتمام، لأنها كتعني أناس من أحياء فقيرة، وثانيا بأنها حالة قانونية خصها ينظر إليها من طرف الناس ديال القانون. أولا نرجعوا شوية بالذاكرة للوراء لسنين التسعينات. الفكرة ديال الميني بارك ديال هذا العبد الضعيف كنتفكر في وسط التسعينات المغفور له الحسن الثاني كان لقى واحد الخطاب كيقول بأن المساحات الخضراء ديالنا والفضاءات في المدن الكبيرة ولات كلها مزبلة. وكان حدايا واحد الأجنبي، بحكم أنني كنخدم مع واحد الشركة أجنبية، سولني اش كيقول سيدنا. قلت له اش كيقول واش كيقول؟ قال لي الملك ديالكم على صواب، ولا سيما انكم في هذه البلاد كتنقصكم الفرحه. الناس ما ضحكاش، الناس ما بيناش الفرحه على وجهها. قلت له الله يرحم ضعفنا، احنا بلاد ضعيفه. قال لي لا، كيبقى ضعف منكم، ولكني في العشيه كيعيشوا ب$2، وإني في العشيه كيكونوا ناشطين، كيضحكوا، كيصايبوا، كيخرجوا يشطحوا. خصكم فضاءات ديال التنشيط وديال النشاط. وانا تجي في راسي واحد الفكره، واتصلت بصديق ديالي ديال الطفوله اللي كان انذاك رئيس المجلس البلدي ديال اليوسفيه، وهو عمر البحراوي. كتربطني مع صداقه ديال الطفوله وعلاقات شبه اخويه، وعرضت عليه الفكره. قلت له خصني ارض ندير فيها شي مشروع ترفيهي، وانا نخمم في واحد الحي قريب ليلي، وهو حي اليوسفيه. هي مقاطعه اليوسفيه اللي كتضم افقر مناطق الرباط، دوار الحاجه، بيزنطة، قريش، شي حوايج ما كيعرفوهمش الناس اللي ساكنين في جهه اخرى. وخممت في هذاك الفضاء وعرضت عليه مشروع. قلت له مشروع ترفيهي. انا داك قلت له في اليوسفيه يبغى واحد يشرب قهوه كيخصو يشد طاكسي يمشي حتى للسونتر فيل، فلوس الطاكسي خير يشرب بهم قهوه، ويدا مع المراه اش غتقام عليه، ويبغى يلعب الوليد ديالو غادي يخصو يمشي للدار البيضاء ولا لسلا ولا شي بلاصه بعيده غتقام عليه القضيه غاليه. وخممت ندير تماك فضاء ترفيهي متكامل، تجيلو العائله، اب ام الدراري كل شيء يلعب بشي حاجه قليله ديال الفلوس. عرضنا القضيه على سي بن شمسي الله يرحمه، خدينا الموافقه. كانت ديك انذاك مصادقه على صعيد الوزاره، تبعت انا الملف شخصي، درت معايا خلقت له شركه، درت فيها معايا 2 البنات خريجي التعليم العالي ما صابوش خدمه هذاك الوقيته، درتهم معايا باش يمشيو هذاك الشيء. ومشينا قلنا بسم الله. المشروع لقى نجاح كبير باهر، الناس ولات كتجي له من كل جهه، من مدن اخرى، الناس كتجي نظرا تعداد الانشطه اللي كانت فيه. على اي اساس درنا اتفاقيه والشراكه مع كنقول شراكه لان مشروع ترفيهي هي ما كانش مع جماعه، هي ما كانتش شراكه، مشروع محكوم عليه بالموت ماشي بحالته. مزيان درنا سيدي قرار، ها هو نسلمكم نسخه منه من 97 في 20 عام. خدينا دفتر التحملات في 98 99 كنا
اوبيراسيونيل. اش كيقول هذا القرار هذا؟ كيقول بان كل ما شيد فوق هذه الارضيه يرجعوا من بعد 20 سنه ملكيه ديال البلديه. بنينا، شيدنا، درنا حدائق، ما خلينا ما درنا فيه. عشرات الملايين ولا مئات الملايين اللي درنا تماك. في المقابل البلديه كتعطينا، كتوفر لنا الاناره ديال الممرات العموميه والماء للسقي. المرافق العموميه تماك هو مسجد، هو مراحيض، هما ناس كيدخلوا من الباب ويخرجوا من الباب. لابد البلديه في اطار المساعده اللي غادي تعطينا. وتمشات الامور الحمد لله بخير. جاو جمعيات رياضيه، جاو ناس فرحانين. انا غادي نعطيكم واحد المجموعه ديال الصور اللي كتشهد على الماضي، وديك الشيء اللي درنا في هذاك المشروع يلا كيذكر بشويه اللي بغى يتفكر ويبقى فيه الحال. يلا كيذكر بحدائق الاندلس، ما خلينا ما درنا، بحيث حتى باش الناس مساكن دراوش كاين يمكن اللي تولد تماك ومن بعد 20 عام و30 عام ما غايش يشوف شي امور. حتى من لي كرون موزي بحال دابا البرادو في مدريد ولا هذا كنجيبو كنديرو الدوبليكاتا ديال الصور وكنعلقوهم من تماك. جبنا لهم منحوتات، ما خلينا ما درنا. جبنا نحاته كبار اللي بانوا تماك، والصور مازال كتشهد بهذا الشيء اللي داروا. وتفتح هذا الشيء اللي نجزو في الميني بارك، فتح عليهم آفاق في دول أخرى وتوفقوا. وبدينا كنخدموا الناس ديال الحي. خدمنا ناس حتى وصل البارك كيخدم ما بين 50 و 60 واحد مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة. الناس خدامة عايشة هانية، وهذوك الناس كلهم دراوش. اللي ما يتم من مو يتم من باه، وحتى اللي كيكبروا وليداتو ملي كيدير 7 سنين كيخرج من المدرسة، اللي كيوصل ل 14 عام كيخرج للشارع، 16 عام كتسول عليه فين هو ولدك، راه في الحبس هنا ما عندهم والو. وهذاك البارك كان كيجمع الالوف الناس. نهار اللي كتكون شي مباراة الكرة على الصعيد العالمي ولا ما بين فرق معروفة كيكون البارك عامر والناس راشقة عليها وضحكة، ومشات الامور بخير.